الموضوع وصل حده. المعلق الدراجي في مباراة السلوفانيا والبرتغال بعد ما ضيع رونالدو ركلة الترجيح والمباراة انحرقت فيها الاعصابي، الدراجي قاعد يضحك ولا كأنه مستوعب ان في جمهور يتابعه. هذا غير الكلام اللي قاله، اسمعوا ايش قال بعد ما ضيع رونالدو ركلة الجزاء وبكى. الدراجي قال رونالدو بكى في قطر وفي المانيا وفي السعودية، ولما راح لركلات الترجيح حفيد الدراجي قلل من رونالدو وقال شوفوا لنا رونالدو بدا بالبكاء ولا لا. وبرضه في كلام كان يقوله في وسط المباراة مثل الحمد لله شفنا رونالدو، وايضا قال ان رونالدو لن يسجل اليوم ولا يسجل المباراة القادمة، وكأنه هو من السبعة رونالدو من ربع النهائي. واللي اغضبني انا شخصيا لما قال اذا غادرت البرتغال البطوله رونالدو وبيبي سيغادرون المنتخب، وكانه رونالدو لاعب عادي في المنتخب البرتغالي. انت تعرف من رونالدو؟ هذا غير اللي صارت في مباراه جورجيا بالتقليل من الشوالي على كريستيانو رونالدو لما قال ان رونالدو بارع في التمثيل وقال انه ممثل فاشل وغير من التقليل. يا جماعه الخير افهموا، ترى التعليق صعدت البرتغال اخيرا يا عم حفيظ. اضحك يا رونالدو، ابكي يالا ابكي وروح عند امك. حفيظ دراجي من اول المباراه يقول لك البرتغال مش هتصعد، سلوفانيا هي اللي قالت النشيد الاول، رونالدو عمره ما هيسجل جون، رونالدو ضيع ضربه جزاء وقال لك برضه البرتغال هتخرج. دلوقتي رونالدو بيفرح اهو، هاتولي رونالدو اهو هو مبسوط انا مبسوط، هو مبسوط انا مبسوط. والله العظيم ما عارف ابدا منين ولا اقول ايه. الواحد الهرمونات عنده ضرب، الاجهزه اللي في جسمي بتقول لي الو انا مش عارفه اتفاهم. برافو عليك. هو عصام الشوالي لما اختار العبارات السيد حفيظ دراجي، انا بس اول حاجه عايز اقول له واوجه له رساله: لماذا لا تحترم المشجعين؟ لماذا لا تقدر المتابعين؟ لماذا لا ترى المشاهدين؟ هذه قناه تنقل للميدل ايست، من يتابعون مباريات البرتغال ليس جمهور البرتغال الحقيقي اهالي البرتغال وليسوا اهالي سلوفيكيا او غيره، بل تعليقك باللغه العربيه لنا نحن. لماذا تتعمد الإساءة للاعب أسطوري كبير لشعبية أسطورية؟ هل أنت سلوفاني؟ ليه حسيت في فترات أن أنت سلوفاني؟ ما سر هذه الفرحة المبالغ فيها بإهدار كريستيانو رونالدو ضربة الجزاء؟ هل أنت سلوفاني؟ فهمني، أنا حاب أعرف، أنا حاب أفهم، هل أنت سلوفاني؟ ما سر هذا الأمر؟ لأن الموضوع فأصبح نوع من أنواع التمادي والتعمد والإساءة. يا أخي احترموا الناس، يا أخي احترموا المشجعين، احترموا المشاهدين، احترموا المتابعين. غير مقبول. ده بعيدا عن أصلا أنت كشخص عندك مليون أزمات خارج الملعب وخارج التعليق وداخلها وخارجها. يعني أنت عليك مليون علامة استفهام. صحيح، وزعلان على الاثنين، انا ازعل على نفسي كمان. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خلاص بقى انا ما بتكلمش عنك، انا بقول لك حاجه. خلينا نكمل بعدين نرجع لك. ايه خليني اقول كلمه. طيب انا وايه المشكله ان انا ابقى زعلان على نفسي ان انا مش كويس او ان انا مش موفق؟ ايه المشكله ان انا ابقى زعلان على نفسي وابقى زعلان كمان على منتخب بلادي؟ ايه اللي فيها؟ ايه اللي يضر فيها وايه الغلط اللي فيها؟ المشاعر الانسانيه، اي بني ادم بيتعاطف مع اي انسان عنده في هذا التوقيت في حزن، في دموع، في اسى، بيصعب على اي بني ادم بطبيعه الحال. هي دي في النهايه كره قدم. يعني ليست دموع شخصيه، دموع انانيه كما ذكرت. دموع انانيه ليه؟ ده راجل بيبكي، الراجل بيبكي، يعني اقل شيء ان انت تتعاطف معاه. راجل بيبكي، راجل بيجتهد وبيحاول يساعد نفسه اولا ويساعد منتخب بلاده. مش عيب ان انا احاول اجتهد، اصنع لنفسي اسم واصنع لنفسي تاريخ. ده لا يضر، لا يقلل من كريستيانو قدم مباراه بشكل عام مقبوله، لا هي ممتازه ولا هي سيئه. قدم مباراه كمهاجم، صنع فرص وهدد مرمى المنافس كتير وحاول، وعنده سوء حظ كبير جدا في البطوله، وبالتالي عنده رغبه بطبيعه الحال، عنده رغبه انه يكسر النحس اللي بيطارده، سوء التوفيق اللي دموع الوالده. حاضر. دي مشاعر المفروض الواحد ان ما تعاطفتش معاها ما تهاجمهاش، ان لم تتعاطف مع هذه المشاعر. طيب. ومحدش يقدر. عبد الكريم اللي هاجم يا صابر، عبد الكريم اللي هاجم. عبد الكريم كل ما بوجه له، طيب لا بالعكس عادي، كل ما بوجه له كلمه بالاخير الفصل المشاهد. ما هو انا كل ما اوجه له كلمه بياخد مني كلمه، ما اعرفش اقول كلمتين على بعض. فانا عشان كده فاكر دي مضطر اكلمك انت. لا دي سهيل اللي يعرفها. فانا بقول ان دي مشاعر انسانيه بحته. بالعكس، راجل قدم بطوله جيده، بيحاول يجتهد، بيحاول يفيد منتخب بلاده، وبالعكس يعني كون انه تعاطف زمايله معاه اعتقد انه سوت يعني ضاعفت الحافز لدى بقيه زمايله داخل ارض الملعب. عبد مكملين بالدموع، لان دموع الاسطوره كريستيانو ودموع الوالده، فمن حقك انا قلت لك بعطيه فرصه لصابر. صابر صابر. معلق كبير
بمستوى حافظ دراجي بيقول لك اوف الحمد لله شفت رونالدو. يا رجل شو هيدي قمة المسخرة صارت. انا ما حرد، هو اللي حيرد هلا. انطور يا حافظ دراجي. شوط اضافي هلا، شوف الرد. اوف الحمد لله شفنا رونالدو. معلق كبير بمستوى